السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا معايا شوفوا المعركة. شوشو قلبت الشقة كده على هواطيها وعايزة تمسكها تنضفها تنظيفة عميقة. شايفين؟ أخدت الركنة كده، حطيت الخمس كراسي دول كده على بعض والمخدات هنا. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في وسع الصالة كده؟ هنا هنعمل ايه؟ هنا هنيجي نفرش السجاد بتاعنا ونغسله مع بعض. تعالوا اوريكم بقية الركنة بتاعتي انا حطاها فين. شايفين انا حاطة ركنتي فين هنا يا ولاد؟ علشان اغسل السجاد. كل ما اجي اغسل السجاد لازم اعمل الحركة دي. بجيب هنا بقية الكراسي كده بتاع الركنة، وحطيت البطاطين بتاعتي كده في الشمس تتشمس. ايه رأيكم؟ تتشمس دي حلوة صح؟ تعالوا يلا بينا بنشوف هنعمل مع بعض خلطة الغسيل ايه. شايفين البلاط؟ البلاط بيبرق واحنا لسه ما عملناش في حاجة. تعالوا يلا كده معايا عشان نشوف هنعمل ايه، وهنعمل خلطة غسيل ايه مع بعض كده علشان نمسك السجاد دي كده ننضفه تنظيفة عميقة. الجو برد، الجو بيشتي، ما بيهمناش. احنا لما بتضرب في دماغنا ان احنا ننضف شقتنا هنقوم ننضفها حتى لو الدنيا بتجيبها من فوق لتحت. معانا المية بتاعتنا يا حلوين، ومعانا كيس اريال او اوكسي او برسيل او اي حاجة. هفضي الكيس كده كله بحاله. تمام. ومعايا كمان ايه، ده معطر كده للسجاد وكده. هاخد منه كمان برضه شوية عشان يخلي ريحة السجاد معايا حلوة. ماشي. ومعايا كرول، كتري كده. انا بحب الكرول يا جماعة في الغسيل عشان بينضفوا كده. ومعايا ده ايه، العجينة. العجينة البيضة اللي كنا جايبينها لسه موجودة عندي منها اهي. هنزل بقى كده بكمية عجينة حلوة عشان تنضف معايا السجاد وكده، لان معايا كمية سجاد حلو. فضيت نص الجركن، عليك العوض ومنه العوض. نجيب بقى فرشتنا وسجادنا وميتنا واجيلكوا تاني. فردت السجادة ومعايا كده كمان مية. هزود الخليط بتاعنا ده كده بالمية معايا عشان هو تقيل يبقى خفيف معايا كده. معايا الفرشة اللي هي بتاع السجاد دي، بعملها بالعصاية بتاع المقشة كده واروح جاية غسلة بقى عشان مقعدش اوطي كتير. السجادة معايا اهيت، هبلها كلها مية قبل ما اغسلها. ما ينفعش ان انا احط عليها الحاجات الغسيل كده وهي ناشفة، لازم ابلها مية عشان الكرول والحاجات اللي احنا حطيناها على بعض دي ما تبوظهاش. انا خلاص بليت السجادة مية هي حلوين. تمام. شايفين كمية المية اللي عليها؟ عشان بحيث اما اجي احط شايفين المية غرقانة في البحر. وجالي المنقذ بقى مين؟ مهاب. هيمسك، انا هحط له من الحاجات ديت اهو، وهو يمسك بقى الفرشة ويغسل لنا السجادة ديت كويس جدا جدا. يلا بينا يا مهاب. يلا. اخد لوني بقى من الخلطة ديت وتعالوا بقى يلا بينا. يلا يا باشا. انا حاطه هنا قدام الباب عشان مفيش حاجه تخش الاوضه، الفوطه ديت عشان مفيش ميه تدخل الاوضه معانا. جربوا بقى الريحه يا حبايب قلب الخلطه الجباره اللي احنا عاملينها ديت. ما شاء الله ريحه المعطر بتاع الارضيات لما بتحطها على الخلطه اللي انت عاملاها ديت بيخلي ريحه السجاد جميله. مش مثلا اللي هو ريحته مكمكمه او كده، خلي ريحه السجاد ريحته ورد كده. وانا كنت حاطاها بريحه الورد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ريحه الاريال على العجينه على الكرول على المعطر مخلي ريحه السجاد تحفه. شايفين هنا الرغاوي كتيرة ازاي على السجاد، لان انا مكترة الكميات كتير بحيث ان السجادة ينضف معايا كده بسرعة.
ولا مثلا ببله شوية واسيبه مثلا ان هو يختمر معايا وكده عشان لو في اي بقع ولا حاجة هو كان نضيف. بس انا ما برتاحش كده، لازم كل شهرين الم الليلة بتاعتي دي كده اغسلها، ما يجيش عليها 3 شهور من غير ما اغسل السجاد ده كده. هنا مهاب بقى اخد كده ماتش حلو قوي في السجادة، قعد يدعك فيها كويس جدا يعني لما هبط. ربنا يعينه يا رب ويصلح حاله ويبارك لي فيه هو واخواته وما يحرمنيش منهم ابدا كده يا رب، ودايما يا رب مشرفيني ومنوريني اولادي. مهاب كده قاعد يدعك في السجادة كويس قوي قوي قوي، من جابها من هنا لهنا لهنا وقعد يشتغل فيها كده. لما لقيته هبط كده يا عيني كان لسه بادئ يشتغل، فقلت له ايه، طب تعالى يا حبيبي انا هاخد مره وانت مره بحيث ان هي تنضف معانا بسرعه، مفيش واحد فينا يهبط. هو اخد دور كده وانا رجعت عملت فيها شويه اللي هي حتى يا ماما عشان ما تهبطيش انا هكملها لك، وانا بقيت احط عليه كده حاجات ميه او مسحوق من اللي انا عاملينه. هو بدأ ماسك الفرشه كده وبيدعك جامد، بس هو هبط قوي في السجاده الكبيره ديت. انا بقى في واحده تانية هاخدها انا هعملها انا مكان. وكل واحدة فينا تقوم تنظف شقتها، تقلب كده الدنيا، تغيير بدل ما احنا قاعدين كده هبطانين كده والجو ساقع ومتكتفين ما احناش قادرين نعمل اي حاجة. الحمد لله. انا والله يا جماعة انا قعدت تاني يوم ما قدرت ان انا اعمل اي حاجة من المية اللي احنا كنا بنبلبط فيها. الجو كان برد بس الحمد لله الشمس تاني يوم طلعت كده عشان ربنا يسترها عليا والسجاد بتاعي ينشف، ما اقعدش كده قاعدة على البلاط والدنيا برد والولاد. بس لما غسلت حسيت براحة كده، ارتحت لما أنا غسلت السجاد. هنا بقى أنا نحط عليها مية وامسح بالمساحة. أنا عندي هنا المية بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في عمره يا رب أبو مهاب، عامل ليا ميلان الشقة كلها إن كان الأوض ولا الصالة، بتروح على الحمام على طول عزكم الله. المية تجري على الحمام على البلع. فعشان كده أنا بغسل السجاد بتاعي في الشقة، ما بشيلش هم إن أنا مثلا إيه هوديه يتغسل بره أو هغسل فين أو كده. كل ما باجي اغسل السجاد بتاعي بشيل الركنة، بسيب الحبة اللي انا وريتهم لكم بره دول، ال5 كراسي دول كده على بعض المية ما بتجيش عليهم، وبشيل بقية السجاد بدخله جوه في الأوضة الصغيرة جنب مني. هنا طبعا غسلناها، شايفينها بيضت معانا ازاي، غسلناها كده ولميناها وصفيناها من المية بتاعتها ورجعنا فردناها تاني، وبقيت اجيب مية تانية نضيفة واحط عليها. ومهاب هنا ببرم السجادة بحيث اي مية فيها تصفى كده هو بقى. جبنا معانا السجادة التانية برضو قبل ما بنحط أي خلطة علينا أو خلطة غسيل أو كرول أو إريال أو إن كان اللي أنت هتحطها على الغسال على السجاد وتغسليه، لازم تبلي السجادة الأول مية بدون أي حاجة خالص. ليه يا ست أم مهاب؟ علشان يا حبايب قلبي الكرول ما يبهتش معانا لون السجاد ولا يبوظها لنا معانا بسرعة. ومعايا هنا الفرشة ديت فرشة البلاط، أنا جبت إيد مقشة ورحت جاية حطاها في قلب البتاع الفرشة، وبدعك كده بتريحنا قوي أحسن ما أقعد وأوطي على الأرضية وأدعك وكده. الفرشة دي كده بتريح في الغسيل وفي الدعيك وبتضغط معاك الضغط قوي بحيث إن إيه لو في بقعة ولا حاجة بتطلع معاكي. كده لمينا السجادة خلاص تمام، حطيناها في جنب تصفى وجبنا التانية كده. وايه انا مسكتها برضو بليناها ميه، ومهاب كان عايز يغسلها قلت له لا يا حبيبي. هو اي نعم قعدنا ننحي في بعض شويه وينحي فيا ونحي فيه ويخليني اللي انا يا واد ما تضايقنيش خلينا نخلص، ويكب الميه على الارضيه ويقول يا ماما اضحكي يا ماما انت وراك ايه، اضحكي يا شيخ احنا كل يوم بنبلبط في الميه. ربنا يبارك في عمره يا رب واشوفه يا رب كده من الصالحين والناجحين، وبارر بأمه وأبوه يا رب كده ما يحرمناش منه يا رب. ودايما هيبقى الولد يا جماعة سند أمه وأبوه. ربنا يا رب يبارك لنا كلنا في أولادنا يا رب، وما يحرم حد من ولاده ولا من حنية ولاده كده يا رب. وربنا يهديهولي يا رب كده وينجحهولي يا رب، ويبعد عنه أي حاجة وحشة يا رب وأي شر. هنا بقى بدأ هو يجيب لي مية وأنا أدعك كده، وهو يجيب لي مية ويكب وأنا أدعك وبالمساحة وبيسحب المية مثلا، يحس إن فيهم كمية مية كتيرة كده في قلب الصالة يسحبها على الحمام عزكم الله، عشان المية ما تدخلش معانا الأوض وكده. وأنا بدعك حاطة فوطة عند الأوضة الكبيرة على الأرضية، وحتى برضه عند الأوضة الصغيرة زي ما أنا قايلة لكم المية ما بتخشش عند الأوضة الصغيرة، ممكن ربنا يعني تخش الأوضة الكبيرة بس لو أنا مش حاطة حاجة، بس أنا حاطة حاجة حاجز كده قدام الأوضة المية ما بتخشش عند الأوضة. وطبعا كده ايه بإسلاك يعني اللي عايز يغسل يا جماعة وينضف شقته هيعملها. خلاص كده غسلتها غسلة معتبرة وشايفينها نضفت معايا كويس جدا. بجيب المساحة كده واروح جاية مسحة الصابون عشان بيبقى كمية الصابون كتير بتهبط. لو انا حطيت عليها مية كده مهما احط عليها مية بلاقي كمية الصابون، لازم امسحها كده بحيث اما اجي احط عليها مية تكون المية رايقة معايا.
شطفتها هنا مرة واتنين كده، مهاب بدأ يجيب السجادة معايا كده، شايفين المية نازلة بيضة ونضيفة ازاي، يبرم معايا بقى السجادة علشان تصفي ميتها ويرفعها، وبعد كده ننزلها تاني لما نمسح البلاط ونمسح الصابون اللي على الأرضية ديت عشان نديلها تشطيفة كمان. تمام، ربنا يبارك في عمرك يا مهاب يا ابني يا رب. هنا بدأ السجادة تصفى معانا، ارجع نفردها تاني ونجيب مية نضيفة ونرجع نكب على السجادة تاني. هنا هو بيفرد معايا السجادة وانا بجيب المية، كلنا مساعدين بعض يعني، هو بيعمل حاجة وانا بعمل حاجة. شايفين كمية المية، انا بنزل بكمية مية، المية نازلة من على السجادة رايقة. انا كنت حاسة يا جماعة ان انا غرقانة في قلب البحر كده في الشقة، بالذات الصالة كانت غرقانة ومية كتير جدا جدا، شايفين المية بتجري ازاي على السجاد. بس انا ما كنتش مرتاحة طول ما انا خلاص دخلت في دماغي ان انا اغسل السجاد. وهنا بقى دول احنا بنغسل فيهم والحمد لله غسلناهم كده، وهنبدأ نشطف. النور قطع علينا، موعودة يا جماعة كل مرة النور بيقطع علينا، مش عارفة ليه حكاية النور دي، ربنا يا رب يعديها على خير بقى وما عادش تقطع. وكلنا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي غزة، ربنا يا رب ينصرهم على مين يعاديهم ويحميهم ويرحم شهدائنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويعدي الايام ديت يا جماعة عليهم بخير وعلينا يا رب. آه ربنا يسترها بجد من عنده وينصر أولادنا يا رب، وينصر فلسطين وغزة ويحميهم يا رب. هنا بقى خلاص بلينا السجادتين التانيين دول كده مية قبل ما بحط أي حاجة زي ما احنا متفقين، وبنرجع ندعك تاني. هنا برضو هو قاعد يدعك فيها كده شوية، فهو يا قلبي دراع وجعه من كتر الدعكة، ما شاء الله ربنا يحميه يا رب. قاعد يغسل كتير في السجاد. ربنا يبارك لي فيه يا رب هو واخواته، ويبارك لي في بابا يا رب، ويرجعه لنا سالم غانم. بيمسك بدأ كده السجاد برضو بيدعكه كويس جدا، بيدعك ديت الأول كده ويسيبها وبعد كده يدخل على التاني. أنا أخدت منه شوية، عملت شوية وهو شوية، لما خلصنا بقيت كمية السجاد ديت والحمد لله. وإحنا شغالين النور قطع علينا، وأحمد ربنا إن النور خلاص قطع علينا في آخر حاجة. أنا هنا بقى أخدت خلاص منه الفرشة، قلت له هات يا حبيبي هات عليا مية وانت وانا هكمل شوية علشان انا في السجادة دي فيها ابيض كتير، عايزة اضغط على الابيض ده كده عشان انضفه تبقى نضيفة كده معايا وحلو. طبعا حد هيقول لي ودوهم المغسلة وريحي نفسك مهما بود حاجات المغسلة والله يا جماعة ما برتاحش، بحس ان الحاجة ما هياش نضيفة كويس جدا معايا. هي ارزاق، هي الحاجات دي ارزاق يا رب، ربنا يوسع على كل واحد يا رب. بدل انا ان انا اقدر ان انا اعمل، خلاص لما خلاص بقى الواحد يكبر يا جماعة يبقى يودي الحاجة للمغسلة. هنا بقى شفت النور قطع عليا ازاي، بس الحمد لله قبل ما قطع قبل ما كنت اخلص بقية الكمية كلها. خلصت هنا كمية الغسيل، وشايفين الأرضية فيها بحر مية. سبت السجاد المصفى معايا كده شوية، ورحت جاية واخدة السجاد مطلعاه كده فوق على السطح ونشرته كده علشان شوف انا كنت هنا قربات المغرب. بس قلت خلاص بقى اسيبه كده هيصفى بقى طول الليل مع نفسه، والصبح بإذن الله الشمس هتيجي عليه جديد. انا هنا جبت معايا الفوطة ديت، مسحت بقى الأرضية عشان ميبقاش معايا أي مية خالص، ونضفت الأرضية بتاعتي كويس جدا. وهنا أقول لكم بقى ما تنسونيش بدعوة طالعة حلوة من قلبكم، والاشتراكات الجميلة واللايكات الجميلة والكومنتات الجميلة يا حبايب قلبي. مع السلامة واشوفكم مع بعض في فيديو